شبات البطاط. أول شيء بنسوي البطاط باجي مثل ما هم يسمونه، اللي هي حشوة البطاط. عندي بطاط راح أقطع بهالشكل وأسلقه بماي وملح، وهذه الحشوة تصير حق وايد أشياء، حشوات سمبوسك، سبرينج رول، اللي تبونه. أو مثل ما راح إحنا نسوي نحشي فيه الشباتي. عقب ما نسلق البطاط بمقلة عميقة عندي زيت نباتي، وراح أحط عليه حبوب الماستر سيد وورق الكاري وبصل مفروم ناعم جدا، والزيت يكون حار. نضيف الكركم ونحرك، وبعدها نضيف كل البطاط اللي سلقناه، ونستمر بالتحريك وإحنا نهرس شوية عشان تتجانس كل المكونات هذه مع البطاط. فلفل حار يا جماعة ضروري، المطبخ الهندي لازم فلفل، إذا ما تبون كيفكم، وملح شوية. وآخر إضافة عندنا اللي هي الكزبرة. والحين نسكر على النار والحشوة كذي تكون خالصة. يلا نروح نسوي الشباتي. عجينة الشباتي كيلو من الطحين الأبيض، وراح أحط سكر وحليب بودر، ترى المكونات كلها تحت الفيديو، وزيت نباتي، وابتدي أضيف الماء بالتدريج. قلت لكم كتبت كل المقادير مع الترجمة تحت الفيديو. الماء ينضاف بالتدريج ويكون فاتر، مو دافي وايد، لا عادي بدرجة حرارة الغرفة. نضيف الماء بالتدريج ونعجن لغاية ما نحصل على عجينة متماسكة متجانسة. نعجن، نستمر ونضيف شوي شوي الماء، يعني مو إلا من أول شيء أضيف الكوبين ونص ماء، لا نضيف بالتدريج. يمكن ما أحط كل الكوبين ونص، على حسب، بس في مقداري هذا أنا استخدمت كوبين ونص من الماء. نخليها ترتاح لمدة 40 دقيقة، نغطيها كذي، نكورهم ندهنهم بالزيت، ونبتدي نرقى شرايح خفيفة دائرية عشان أحشي الشباتي بالبطاط. نبتدي ناخذ من البطاط ونحط على شريحة من الشباتي، نكون راقين وحدة ثانية نطبقها عليها ونسكرها بإحكام كذي من الأطراف، نسكرها عدل عشان ما تفتح معانا وإحنا نحمرها. بمقلاة راح أحط زيت نباتي وأحط عليه الشباتي، ومن فوق بعد أرش عليه شوية زيت، أقلبها بس شوي شوي. شوفوا بدأت تستوي معاي، أنا هذا اللون اللي أبيه. بعدها كذي الشباتي استوت، نقطعها إلى 4 ونصفهم بالصينية. وتعالوا ذوقوا الطعم، وعليكم بالعافية.